ما روحش الغيط البامية شوكتني، ما روحش الغيط البامية شوكتني، ابويا قال لي سيبك منه، الله الله اجوزك احسن منه، جدع حلو يفهم عني، ما روحش الغيط البامية شوكتني. النهارده يا ولاد بقى هنعمل مع بعض كده زي ما انتم شايفين. هنفرز النهارده الباميه مع بعض واوريكم طريقه التفريز بتاعتها وازاي بخزنها من سنه للسنه، ونشوف طريقه مع بعض. بصوا عسل عسل كده. فهنعمل مع بعض الباميه ونشوف احنا بنعملها ازاي. تعالوا يا ولاد بينا كده نشوف احنا هنعمل الباميه بتاعتنا ازاي. تابعوا بقى معايا الفيديو للاخر، وما تنسوش تحطوا لايكات كتير قوي. صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوني في التوقيت ده. بجد وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده بقى معايا فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا ما تنسوش لو انتوا لسه اول مره بتتابعوني وبتشوفوا قناتي، يا ريت بقى تنزلوا انتوا وهي حالا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكوا الاشعارات الجديده كل ما انزل فيديو جديد. ويا ريت بقى الناس اللي بتتابعني لاول مره يا ريت تنزلي تقولي لي انت بتتابعيني من انهي بلد، ووجودكم كالعاده على راسي من فوق. وعايزه بقى لايكات بقى كتير للفيديو ده. وصلوا الفيديو ده بقى يا ولاد ل1000 لايك، يستاهل والله 1000 لايك يا ولاد. شجعوني كده علشان بجد يعني بصوا انا لما بلاقي كلامكم الجميل ده انا بتشجع جدا بيكم والله العظيم. بعمل فيديوهات اكتر وبنزل لكم اكتر، لكن لما ما بتشجعونيش انا بكسل بصراحه اعمل لكم، وبتبقى بصراحه نفسيا مش كويس. فعايزه بقى ايه لايكات بقى كتير، وشيروا الفيديو ده لاصحابكم، وكمان الناس اللي ما بيوصلهاش اشعارات يا ريت تلغي الاشتراك وتشتركي تاني عشان الاشعارات يوصلوا. النهارده بقى تعملي ايه يا ميرو؟ النهارده هنعمل تفريزات الباميه زي ما انتوا شايفين كده. كنت جايبه بقى شويه باميه حلوين كده 4 كيلو بقى باميه. فبصراحه قلت هفرزهم معاكم، لان في ناس كتير جدا دخلت لي في الكومنتات وقالت لي ميرو احنا عايزين طريقه تفريز الباميه وتكون كويسه كده وبتكون خضره وجميله ومن السنه للسنه. فعايزه اوريكم التفريزات النهارده انا اللي انا هعملها بتاعت الباميه. زي ما انتم شايفين كده ابتديت ان انا اقمع الباميه. في ناس بصراحة يعني ما بتعرفش تقمع البامية عامة، يعني انا قلت ايه اقمعها قدامكم. فبصراحة ايه في ناس بتقوم ايه قطعها كده بالسكينة من فوق تبين البذور بتاعتها، لكن كده الطريقة غلط. المفروض ان البذور ما تبانش، لان البذور لو بانت فايدتها هتروح، واحنا بنظبطها كده ايه للتفريزات، واحنا بنحطها في المية السخنة. تابعوا الطريقة معايا للآخر علشان بجد كل خطوة مهمة جدا جدا لحفظ البامية من السنة للسنة. زي ما انتوا شايفين كده انا بقمعها بالطريقة دي. يعني ما ببينش البذور بتاعتها خالص، يعني بجيب كده ايه بدورها كده، شايفين بقوم مدوراها كده تدويرة ان انا ما بينش خالص البذور بتاعتها اللي بتبقى جواها، لان البذور لو بانت فايدتها هتروح واحنا بنفرزها. فانا هخلص بقى كل الكمية دي ونرجع مع بعض، لان بصراحة كمية كبيرة جدا. فهخلص بقى تقميع البامية كلها ونرجع مع بعض تاني. اهو شايفين بقى كده بعد ما خلصت كل الكمية. طبعا عايزة اقول لكم ان انا ما يغركوش الفيديو في 10 دقايق او ربع ساعة. عايزة اقول لكم والله التقميع ده بيقعد كتير، يعني انا قعدت ممكن تكون قعدت ساعتين فيهم او ساعة ونص في ال4 كيلو، لان طبعا انا بكون لوحدي مش معايا حد. فطبعا ايه عملتها بصراحة في قيمة ساعة ونص ولا حاجة او اكتر على ما اعتقد، يعني ساعة ونص. فهنا بقى ايه عملت ايه يا ميرو؟ غليت المية وهنزل بقى ايه بالبامية كده زي ما هي. وبعد كده هقول لكم برضو هنعمل ايه. البامية ما بتكملش بالظبط يا ولاد 3 دقايق في المية السخنة، وطبعا مع التقليب من تحت لفوق من تحت لفوق. افضل ايدي فيها كده بالمعلقة من تحت، اجيبها من تحت لفوق. شايفين بصراحة دي كانت اكبر حل عندي، يا دوبك كانت واخداهم كده بالعافية، لان بسم الله ما شاء الله الكمية كانت حلوة. 4 كيلو ما شاء الله حلوين جدا، وعملوا لي برضو كمية كويس. طبعا انتوا على حسب يعني العدد افرادكم، يعني حطوا في العلبة، حطوا في الكيس بتاع التفريزات زي ما تحبوا. هنا بقى زي ما بوريكم الخضار بتاعها هيزيد دلوقتي، يعني شايفين المفروض ان هي بتتحط في المية الخضار بتاعها بيزيد، لان انا غالية المية، لازم المية تكون بتغلي قبل ما احطها فيها. شايفين بتخضر ازاي؟ بيبتدي يبان لون خضرها وجمالها. يعني عايزة اقول لكم بجد تابعوا الطريقة للاخر مش هتندموا. وكمان هوريكم باقي عندي كيس من السنة اللي فاتت هوريهولكم في اخر الفيديو، وبصوا على جماله وحلاوته وعلى لونه اللي زي ما هو بقاله سنة.
كده ايه، كده قلبتها تقلبتين 3 4 10 يا ولاد لمدة 3 دقايق. افضل اقلب فيه لغاية ما اجهز المية بالتلج، علشان هنعملها دلوقتي، هنعمل لها صدمة دلوقتي. لازم الصدمة دي هي اللي بتحفظها وبتخليها خضرها زي الفل. عايزة بقى الفيديو ده يا ولاد بصوا تشيروه وتحطوا لايكات بقى كتير وكومنتات اكتر. هنا بقى جبت ايه، كنت حضرت المية بالتلج على ما حطيت البامية 3 دقايق على النار مع التقليب. شايفين، جبت بقى طبق كده قلبته وحطيت المصفى كده عليه، وهبتدي ان انا انزل بالبامية بتاعتي على طول على طول يا ميرو، علشان خاطر البامية تحتفظ بالخضار بتاعها وجمالها كده. شايفين هنا بقى هجيب بقى البامية. عايزه بقى لايكات بقى كتير يا ولاد، اكتبوا له بقى في الكومنتات لو انتم مش عارفين تفرزوا اي حاجه، ابعتوا لي وانا ابعت لكم ايه، اصور لكم فيديو او ابعت لكم الطريقه. هنا شايفين بقى انا هفتح برضو الميه دي معايا، هفتح الميه معايا علشان بصوا انا عايزاها تاخد على طول صدمه، على ما انزل بس الباميه خالص كلها كل الكميه كده اهي الميه شغاله معايا، وبعد كده هنزل بالميه بالتلج على طول. شايفين خضرها وجمالها. طبعا بصراحة ربنا الطريقة دي أنا بعملها كده بقالي أكتر من 5 سنين، بصراحة جميلة جدا جدا والنتيجة جميلة قوي قوي والله العظيم. فأنا ما بعملش أي تفريزات ولا أي حاجة إلا لما أكون أنا مجرباها كويس جدا جدا، وهكون يعني عملتها قبل كده. لكن أنا ما أعملش حاجة لأول مرة وما جربتهاش وأعملها، لا أنا ما بحبش بصراحة كده. بصوا كده هنا هنزل بقى بالمية بالتلج كده يا ولاد على البامية بتاعتنا، وهفضل برضو اقلبها تحت المية علشان انا عايزة الحرارة اللي فيها، السخونية اللي فيها تطلع خالص. يعني انا عايزة ابردها خالص بالمية بالتلج تحت المية كده. عايزة اقول لكم ان المية بتاعت الترومبة يا ولاد بصوا، عايزة اقول لكم تلج تلج كده، هي نازلة اساسا من المية. الناس اللي عندها ترومبة هتعرف ان المية اللي انا بقوله ده صح. مية الترومبة بتبقى غير المية العادية اللي بتاعت البلدية، بتكون ساقعة جدا. فهي اصلا المية نازلة اصلا من الحنفية ساقعة، مع المية بتلج كمان بردت وبقت جميلة وزي الفل. هبتدي ان انا احطها برضو شوية كمان على قد ما اقدر ابردها. بصوا الطريقة دي بجد جربوها ومش هتندموا. كمان برضو هنزل لكم طريقة التفريزات برضو كتير، يعني هنعملها ان شاء الله الفترة اللي جاية مع بعض. شايفين يا ولاد البامية وجمالها وخضرها، يا سلام والله جميلة جدا ما شاء الله. كمان شايفين البذور بتاعتها مش باينة خالص، لان البذور لو بانت البامية بتاعتكم هتسود في الفريزر. فخدوا بالكم من الخطوة دي كويس جدا. يعني في ناس بتقطعها، يعني بتعملها كده بس بتقسمها 2. لا البامية ما تتقسمش 2، حتى لو هي كبيرة ما تقسموهاش، لا طلعوها وهي متلجة وانتوا هتطبخوها وهي متلجة، طلعوها 5 دقايق بس، وقوموا قاسمين البامية لو هي كبيرة شوية قسموها 2 بالسكينة وهي متلجة. فهي دي الطريقة الصح والطريقة المظبوطة، لكن ما تتقسمش البامية وهي لسه هتدخل الفريزر. فالخطوة دي مهمة جدا جدا، وفي ناس كتير جدا بتعملها وبتسود منها، خدوا بالكم. فلو بامية مثلا، يعني البامية دي عندي كبيرة على صغيرة شوية، يعني صغيرة شوية على وسط مش كبيرة قوي يعني، فاللي هي الوسط دي ممكن ان هي تتقسم 2، لكن تتقسم 2 امتى؟ بعد ما تطلع من الفريزر وهتطبخ. يعني لما اجي اطبخها واقوم قسمها 2 كده وهي متلجة بالسكينة، حطها كده في المصفى او في اي بولة عندي، واقوم قسمة اي واحدة كبيرة تقابلني 2، لكن هتتحط تطبخ على طول مش هتسود، لكن هي كده بتحتفظ بخضرها وجمالها. شايفين بقى يا ولاد، يا سلام ما شاء الله، بصراحة كانت جميلة جدا والكمية ما شاء الله حلو. انا بحط بصراحة على قد يعني العدد بتاعنا وعلى قد ايه ما انا بحتاج. يعني في ناس تحتاج اقل الكمية دي حطوا اقل، اكتر حطوا اكتر، براحتكم. نفس يعني اللي انتوا هتاكلوه حطوه، علشان بس ان انتوا ما تطلعوهاش تفكوا بعد كده تدخلوها تاني. عايزه اقول لكم ان الحاجات دي بتتحط وهي متلجة، يعني انا بطلعها بالظبط قبليها ب5 دقايق وبحطها وهي متلجة في قلب الصلصة. شايفين يا ولاد
يا سلام، حاجة كده يا ولاد فاخر من الآخر والله. تسلم ايدك يا ميرو. تعالوا بقى بصوا، اللي يجربها يكتب لي في الكومنتات جربتوها وعجبتكم ولا لأ، وابقوا قولوا لي النتيجة ايه في الآخر. وهوريكم دلوقتي الكيس بتاع السنة اللي فاتت. شايفين يا ولاد خضره وجماله؟ شايفين جماله يا ولاد؟ ده كان آخر كيس عندي، حبيت ان انا اوريهولكم. بقاله سنة، بقاله سنة بالظبط والله. هو عامة ممكن يكون اكتر كمان. شايفين انا بعمل لكم كده التلج من عليه علشان اوريكم خضار البامية عاملة ازاي. بصراحة جميلة جدا، وجربوها، وان شاء الله بإذن الله استنوني فيديوهات حلوة كتير أول الفترة اللي جاية دي. بس يا ريت تدعموني، لأن أختكم بجد محتاجة دعمكم جدا جدا الفترة اللي جاية. وادعموني يا جدعان، يعني شيروا الفيديو لأصحابكم، حطوا لايكات، اعملوا شير. يعني بصوا أكيد يعني لكم أصحاب وقرايب، اعملوا شير كده على قد ما تقدروا علشان قناتنا تكبر بيكم. عايزين كده نكمل 25,000 و100,000 كمان طول ما انتم معايا وفي ظهري إن شاء الله. استنونا فيديوهات حلوة كتير، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. ودي كده النتيجة بعد ما خلصت. ما تنسوش بقى زي ما قلت لكم كده، لو ما بيوصلكوش اشعار الغوا الاشتراك واشتركوا تاني. وسلام.